هنعمل تسريحة ملمومة عشان الصيف. اول حاجة هنستخدمها هو الفوم. حاولت ان انا اوزعه على شعري، طبعا بكون حاطة الليف ان بتاعي، بس حاولوا ان انتوا دايما توزعوه بعيد عن فروة راسكم على قد ما تقدروا. انا هنا كنت بحاول ان المشط ما يدخلش جوه قوي، وهنا ابتديت اخد اول جزء وارجعه لورا علشان المها زي ديل حصان صغير. انا طبعا عاملة نصين. طبعا هنستخدم الاساتك السودة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها دايما. حاولوا ترفعوا الشعر، طبعا كل ما الشعر يكون طويل هيكون احسن. انا عملت الجزئين وهبتدي اعمل كمان الديل حصان ضفيرة. التسريحة دي ممكن تعملوها وشعركم مبلول او شعركم ناشف، مش شرط يكون مبلول. انا بس اللي عملتها وهي مبلولة يعني علشان تفضل بس ايه البيبي هير اللي من قدام ده يفضل ثابت ما يطلعش من كل حتة. وهنا عملت الضفيرتين وهبتدي ألمهم. حاولوا ان انتوا تلموهم كويس باستك او ببنس على حسب ايه المريح ليكم. انا عملتها بالاستك وحطيت بنستين بصراحة. تعالوا اوريكم شكلها بقى بعد ما شعري نشف خالص. بصوا شكل الشعر شكله حلو ازاي، ملموم خالص، مفيش اي حاجة عشان كمان الحر دوت. بس كده، باي.